نعم أخي، إننا نوجه في هذه الليلة حديثا من القلب إلى القلب إلى فتيات الإسلام. نوجه حديثا إلى فتيات الإسلام اللاتي حدن عن الطريق وتناسين أنهن حفيدات خديجة وعائشة وسمية، علهن يراجعن الحسابات. ونوجه حديثا للصادقات حتى يكون سببا لهن على الثبات. أخي، من طلب شيئا بحث عنه وسعى لتحصيله، وكلنا يبحث عن السعادة، كلنا يبحث عن السعادة والأمان اللذان يملأان القلب راحة واطمئنان. تقول إحدى الباحثات عن السعادة: لقد بحثت عنها في كل شيء فما وجدتها. ألبس أفخر الملابس وأفخمها، طفت العالم مع أهلي، تنقلنا من شاطئ إلى شاطئ، فما زادني ذلك إلا هما وضيقا. ظننتها في موسيقى وألحان، فاشتريت أغلب الألبومات عربية وغربية، قضيت في سماعها ساعات أرقص على أنغامها، فما ازددت إلا بعدا وضياعا. ظننتها أي السعادة في مشاهدة مسلسلات وأفلام، فتنقلت بين الفضائيات على أطباق ومسلسلات أبحث عن الضحك والفرفشة. نعم ضحكت، لكنني في نفس الوقت كنت أنزف دما وأتألم في أعماقي، فلا زال هناك شيء مفقود. مع الوقت زادت الجراح وحاصرتني الهموم، واستشرت صويحباتي فقلن لي: إن السعادة في الارتباط بشاب وسيم يبادلك الحب والغرام، ويبثك عبارات العشق والهيام، ويتغزل بمحاسنك عبر الهاتف. فأعطوني الأرقام وسلكت هذا الطريق، وأخذت أتنقل من شاب إلى آخر بحثا عن السعادة الحقيقية، فما وجدتها، بل بالعكس، لقد تنازلت عن كثير. تنازلت عن عرضي وكرامتي وحيائي، وقبل هذا ديني الذي كان في واد وأنا في واد. لقد هربت من الجحيم إلى جحيم أبشع وأفظع. تقول: أريدكم أن تعرفوا عني وعن كثير من الغارقات أمثالي. إننا ضحايا ولسنا بمجرمات، نحن تائهات وحائرات. أنا لا أقول ذلك دفاعا عن نفسي وعن الغارقات، إنما أقول ذلك حتى إذا رأيتموهن فارحموهن وأشفقوا عليهن وادعوا لهن بالهداية، فإنهن غارقات. أختاه، إن رمت الوصول لجنة فيها الخلود ونظرة الرحمن، فعليك تطبيق الشريعة دائما في أي شأن أو بأي زمان. ماذا دفاك فتسمعين نعيقهم، ولديك صوت الحق في الفرقان؟ لوذي به عنه لا تتحولي، لا ليس يعدله كتاب ثاني. الله أعطاك الحياة تكرما، فعلى ما تذهب في هوى الشيطان؟ إن لم تسيري في الحياة مع التقى، ليكن ضياع الأمر في الحسبان. أختاه، في قاص الربا والداني، هيا اسمعي للنصح في إمعاني، وتأملي بنصيحتي وبها اعملي، تجدين طعم حلاوة الإيمان. قال الله: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب.